السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ مقطع اليوم جيتكم في أفضل 5 شخصيات كوميدية في عالم الأنمي. نقول بسم الله ونبدأ. طبعا المقطع بدون ترتيب، فعشان بس لا أحد يقول لي لا هذا أفضل من الثاني. الحين نقول بسم الله ونبدأ. طبعا شباب، الشخصية اللي في المركز الخامس شخصية روكلي من أنمي ناروتو. كالعادة ما تابعت ناروتو، لكن اللي أعطاني فكرة المقطع يقول روكلي مرة فلة. روكلي يهنيك يا صاحب الحواجب، مرة انت فلة. نروح للمركز الرابع. في المركز الرابع عندنا بروك من انمي ون بيس. كنت بحط اكثر من شخصية من انمي ون بيس، لكن قلت خلاص بروك يكفي. بروك مرة فلة. كمان خلنا نقول تشوبر، خلاص ما حد شاف. تشوبر كمان توب 5، خلاص يا شباب ما حد شاف تشوبر كمان. تشوبر مرة فلة، يستحق هذا المركز. نروح للمركز الثالث. في المركز الثالث شخصية جونتكي من انمي جنتما، الانمي المحشش. جنتوكي، ايش اقول لك عن هذه الشخصية؟ صحيح اني جالس اتابع جنتما حاليا، توني بادي فيه، بس جنتوكي مرة فلة صراحة. والله جنتوكي مرة فلة، الادمي محشش بدرجة مو صاحية. فنروح للمركز الثاني. في المركز الثاني ايزوكا من انمي جي تي او. اتوقع اني غلط في اسم الشخصية، مدري. الزبدة شخصية مرة رهيبة. المعلم هذا الرهيب، نعم انه حشيش تايم. هذه شخصية مرة محششة، يعني الانمي مرة حشيش نفس جنتما حشيش، بس ما يطقطقون على الانميات الثانية زي جنتما. الزبدة انه مرة رهيب، شخصية رهيبة وكوميدية تستاهل المركز. الشخصية اللي في المركز الاولى، الشخصية الفخمة الاسطورية، انه تاكامورا. تاكامورا، نعم تاكامورا مرة رهيب وفلاوي وكوميدي، فيستاهل المركز. يحيى تاكامورا، تاكامورا هو الافضل. وبس يا شباب، هذا كل المقطع اللي كان اليوم. اذا عجبك المقطع انشره. طبعا انت لما تنشر المقطع تفيدني، فانشر المقطع، يعطيك الف عافية. واضغط لايك على المقطع، واذا ما كنت مشترك اشترك. وبس، يلا سلام.